من راديو القاهرة الكبرى لكل مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير. نسعد أصدقاء اليوم بضيافة الدكتورة فاتن صلاح، دكتوراه في تاريخ العمارة والتراث، كلية الهندسة، وعضو بهيئة خبراء التراث العربي. برحب بحضرتك معانا دكتورة فاتن، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. اهلا بحضرتك استاذه دينا، انا سعيده جدا بوجودي معاكي، وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم علينا وعلى الساده المستمعين اجمعين. وإن كنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ولكن يعني ربنا يعيد علينا دايما بالخير واليمن والبركة والسعادة علينا كلنا بإذن الله. دكتورة فاتن، يمكن حضرتك زي ما قلتيلي كنتي تخصص عمارة إسلامية، فلو قلنا يعني تاريخ، يعني طبعا تاريخ العمارة مر بالعديد من المراحل والتطورات عبر العصور التاريخية المختلفة، فلو خدنا كده عرض بانورامي أو لمحة تاريخية عن العمارة في مجتمعنا الإسلامي وما تتميز به من خصائص عبر العصور المختلفة وكيف تطورت إلى اليوم. هو عموما الاول كده خلينا نقول ان مصر تحديدا متفرده عن جميع دول العالم في الطرز المعماريه اللي التي نشأت فيها، سواء بقى كانت في العصر الاسلامي او فيما قبله من العصور، لان دايما طبيعه مصر وطبيعه ناسها بتفرض روح مختلفه على اي طراز بينشأ فيها. تمام. فهنلاقي مثلا ان العماره العربيه والاسلاميه في مصر مختلفه اختلاف جذري وكلي عن العماره العربيه والاسلاميه الموجوده في جميع انحاء العالم، سواء بقى في بلاد الشام او في اواسط اسيا او حتى في بلاد الاندلس. هنلاقي ان مصر مختلفه وفيها ثراء كبير جدا جدا في الطرز المعماريه اللي منتميه للعماره العربيه والاسلاميه. مزيج من الحضارات حقيقي. لان الشعب المصري هو شعب اصيل، شعب ليه حضاره قويه جدا وممتده وضاربه في العمق، فما بيقدرش يتخلى عن ماضيه، دايما بيطور عليه وبيضيف له. فهنلاقي عندنا العماره العربيه والاسلاميه في مصر اخذت طابع مختلف شويه. في الاول في عصر فجر الاسلام وفي عصر الخلفاء مع فتح مصر، كانت مصر تتميز بالطراز الروماني، لان كان هو ده اللي كان سائد في الوقت ده. ولكن كان الطراز الروماني في مصر عباره عن خليط ما بين المصري القديم والطراز الروماني بما يسمى بالطراز القبطي. ما زي ما حضرتك بتقولي الهويه المصريه بتفرض نفسها، يعني حتى لو في ثقافه جديده جت حضاره مسيطره جدا وقويه جدا، وكانت بتفرض ثقافتها وحضارتها على اي شعب بتروح له، ما عدا الشعب المصري ما قدرتش تعمل ده. واي محتل او اي حد هم تمصروا زي ما بنقول، يعني اي حد بيجي مصر بيتمصر وبياخد الروح المصريه. صحيح. فلما دخل العرب والمسلمين في الاول ما كانش حتى هم عندهم حضاره بنائيه معروفه، يعني ما كانوش ليهم حضاره، لان الجزيره العربيه زي ما احنا عارفين كانت بسيطه، وحتى المباني اللي كانت في المدن زي مثلا مكه او المدينه دول كانوا حواضر مدن، بس كانت المباني فيهم بسيطه جدا. فبداوا هم يتعلموا من العماره والفنون القبطيه المصريه، يعني بداوا ياخدوا منها ويتعلموا منها. مع تطور العصور ودخول العصر الأموي والتأثر بتاع الأمويين بالثقافة والحضارة البيزنطية اللي كانت موجودة عندهم، بدأ برضو الموضوع يدخل عندنا مصر ياخد صورة مختلفة، يتمصر. وبدأت العمارة في مصر في العصر الأموي تاخد الطابع المصري، وكذلك في العصر العباسي. لما جينا بقى للدولة الطولونية وأحمد بن طولون، وده كان أول محاولة كده إن مصر تكون دولة منفصلة أو دولة مستقلة في العصر الإسلامي. تمام. عصر الدول المستقلة ده وفقا للتاريخ يعني. بالظبط. فهنلاقي إن أحمد بن طولون لما جه مصر كان جاي من بغداد أو من العراق، ومتأثر بالمباني بتاعة سامراء وبالحضارة الكبيرة بتاعة العباسيين هناك. ولكن لما جه مصر أول حاجة وأكبر حاجة حاول يعملها هو كان المبنى بتاع الجامع بتاعه، جامع أحمد بن طولون. بالظبط. استعان بمهندس قبطي مصري وعمل له واحدة من عجائب العمارة، عمل له مبنى رائع جدا على مساحة 6 فدان، وده يعتبر من أكبر وأقدم الجوامع الباقية على حالها في مصر حتى الآن. الجامع الطولوني اللي فيه شكل العمارة المصرية القبطية المختلطة بالعمارة العباسية. صحيح. فبدأ يعمل له شكل الأكتاف اللي معتمدة عليها المبنى، قال له أنا مش عايز أعمدة في المبنى، فبدأ يعمل له أكتاف تشيل المبنى، ودي كانت من الثقافة المصرية القبطية. تمام. بدأ يعمل
تشكيل البناء باستخدام الطوب الآجر عشان اللي واخده من طمي نهر النيل، وبدأ يعمل المباني بتاعته بهذا الطراز. بعدها بشوية هنلاقي بقى الفاطميين، وده العصر يعني يعني العصر اللي احنا بنقول عليه عصر المظاهر. الفاطميين الثراء والبذخ في كل شيء. بالظبط. الفاطميين كانوا عايزين يثبتوا نفسهم كخلافة، لأن في الوقت ده كان في الخلافة العباسية في بغداد، والفاطميين كانوا جايين من المغرب العربي وعايزين يعملوا خلافة فاطمية. ولما نقلوا العاصمة بتاعتهم لمدينة القاهرة اللي هم بنوها بنفسهم، كانوا عايزين المدينة دي تضاهي أعظم المدن اللي موجودة في الخلافة العباسية واللي هي مدينة بغداد. فبدأوا يعملوا المدينة بتاعتنا أو مدينة القاهرة بالنمط البنائي الفخم أو النمط البنائي اللي فيه حالة من حالات المبالغة في الثراء والمبالغة في التفاصيل. دمجوا الثقافة بتاعة بلاد الغرب العربي، المنطقة المغربية يعني بلاد المغرب، مع الثقافة العربية مع الثقافة المصرية، وطلع لنا الطراز الفاطمي المتفرد اللي كان فيه تفاصيل كتيرة جدا وكان فيه مباني جميلة جدا. من أجمل المباني اللي عملوها عندنا مثلا جامع الحاكم بأمر الله، عندنا أسوار القاهرة، يعني الأسوار اللي موجودة لحد النهاردة طبعا مش كلها من الأسوار القديمة، تم عليها تجديدات في عصر صلاح الدين الأيوبي، ولكن مثلا عندنا البوابات، باب زويلة وباب النصر، باب الفتوح. كل هذه المباني الضخمة. طبعا عملوا جامع الأزهر الكبير، يعني ده كان الجامع الرئيسي في المدينة بتاعتهم اللي كانوا عايزين يعملوه كمنارة للمد الشيعي، وأراد الله سبحانه وتعالى أنه يصبح منارة للسنة في العالم. عملوا القصور، عملوا القصر الشرقي والقصر الغربي اللي كانت مليئة بالزخارف وبالتفاصيل، واللي حكى عنها المؤرخين والرحالة حكايات كما تبدو في ألف ليلة وليلة. أيوة صحيح. ففي التفاصيل بتاعتها وفي الزخارف وفي شكل المباني الجميل والرائع. بعد الفاطميين بنلاقي عندنا العصر الأيوبي. العصر الأيوبي الحقيقة كانت فترة عسكرية حربية، زي ما احنا عارفين فترة صلاح الدين الأيوبي كان فترة فيها حروب صليبية، التتار والمغول كانوا بيهددوا العالم العربي والإسلامي. فكان جاي صلاح الدين الأيوبي من أواسط آسيا، وتحديدا من منطقة الأكراد في شمال العراق، وكان كل همه ان هو يحصن المدينة ويبني قلاع وحصون. فعمل لنا القلعة أو قلعة الجبل العظيمة اللي موجودة عندنا، واللي استمرت مقر للحكم من عصر صلاح الدين الأيوبي. الحقيقة هو ما سكنهاش، هو أمر ببنائها ولكن توفى قبل اكتمالها. سكنها ابن أخوه العادل والكامل، ولكن ظلت مقر الحكم من ساعة صلاح الدين الأيوبي حتى الخديوي إسماعيل. فكانت مبنى أو مكان مهم جدا، جمع ما بين جنباته بقى القصور والمساجد والمباني الحربية والعسكرية وغيرها من المباني. يجي بقى للعصر الذهبي وهو العصر المملوكي. الحقيقة إن المماليك لما جم أرض مصر هم كانوا مجموعة من الجلبان، يعني كانوا بيتجابوا في الحروب في الأسرى أو بيتشروا حتى من الأسواق، ولكن كان المماليك أذكياء لأن كان بيتم اختيارهم بعناية شديدة. يعني ما كانوش عبيد بالمعنى المفهوم اللي الناس فاهماه، بالعكس محاربين فرسان. بالظبط، كانوا فرسان وكانوا متعلمين. كان شرط أصلا عشان يكون مملوك أن يتلقى قدر معين من العلوم ومن الدراسة ومن حفظ القرآن وغيرها من العلوم، إضافة إلى الفنون الحربية والعسكرية. فكانوا أذكياء جدا، نظرا ان هم ما كانوش من اصل البلد، فكانوا عايزين يعملوا حالة من حالات انه يبقى عندهم تأييد شعبي او ان الناس تبقى ملتفة حواليهم، كمان لان كان في مؤامرات طول الوقت. وظهر ده بقى من خلال مبانيهم. بدأوا يعملوا لنا نوع من انواع المباني الجديد كده اللي هو مجمع مباني مع بعض. يعني تلاقي ايه، جامع وسبيل وكتاب ومدرسة وضريح وبمارستان، خدمات متكاملة يعني. بدأوا يعملوا خدمات للناس علشان الناس تحبهم وتبقى في صفهم، لانه المماليك زي ما احنا عارفين كانوا دايما في بينهم بعض تناحرات قوية جدا على السلطة وعلى الكرسي، وكانوا دايما يعني بيهجموا على بعض. فكان بيبقى عايز يبقى عنده ظهير شعبي الناس تبقى عايزاه. زي مثلا قلاوون، يعني محمد بن قلاوون لما اتشال والمماليك شالوه وسافر للكرك، المصريين طلعوا في مظاهراته بقى يقولوا يعني هاتوا لنا الأعرج تيجي الميه وتتدحرج، لان حصل ساعتها جفاف كده للنيل، فالناس كانت بتتفائل بيه، قالوا هاتوه لنا. وبالفعل رجعوه تاني للعرش، هو اتشال ورجع للعرش 3 مرات. فهنلاقي ان المماليك عملوا بقى نهضة معمارية غير طبيعية. هنا النهضة المعمارية يعني فعلا واضح دكتورة ان هي لا تقتصر على الشكل فقط، وانما ايضا حتى على
الجوهر. يعني زي ما حضرتك بتقولي مثلا انه اصبح كمان ليس في الشكل فقط وانما في تقديم الخدمات. يعني مثلا هون هنا بيقدم مكان لخدمات متكامله. قبل كده كانت يعني حاجات عسكريه زي القلعه. يعني في تطور حتى في المفهوم نفسه او في الجوهر. حقيقي، لان هم المماليك زي ما قلنا كانوا عايزين يعملوا عمليه جمع شعبي حواليهم، فبداوا يظهروا بقى انواع مختلفه من المباني ويهتموا بيها. في يعني مثلا بدا يظهر لنا مثلا البيمارستان. البيمارستانات هي بمعنى بسيط جدا هي المستشفيات القديمه. زمان كانت المستشفى بتسمى بيمارستان. من اشهر البيمارستانات اللي حصلت في مصر كانت في العصر المملوكي. عندنا بيمارستان قلاوون اللي موجود في شارع المعز اللي ضمن مجموعته. عندنا بيمارستان المؤيد شيخ اللي موجود قدام جامع سلطان حسن، يعني في المنطقه المقابله ليه. عندنا بدا يظهر المدارس اللي هي بتدرس علوم السنه والعلوم الفقهيه والمذاهب السنيه الاربعه. بدا يظهر عندنا بقى الاضرحه بشكلها الجميل المزخرف، وبدات الاضرحه تبقى من قلب تكوين المدينه. زمان كانت مناطق المدافن بتبقى خارج المدينه. لحد ما جم المماليك وخافوا انه يعني بعد ما يموتوا محدش يفتكرهم او محدش يدعي لهم او فبداوا يحطوا المدفن بتاعهم او الضريح بتاعهم جوه المجموعه. يعني يعمل سبيل وكتاب ومدرسه ومستشفى ويحط الضريح عشان الناس تدعي له وهي بتستعمل الخدمات دي. وبدات الاضرحه دي تبقى حاجه قمه في الروعه. يعني تخيلي مكان هندفن فيه ويصبح من اجمل الاماكن. عندنا بالظبط عندنا ضريح المنصور قلاوون الموجود في شارع المعز، ده يعتبر تاني اجمل ضريح في العالم بعد تاج محل. بالتفاصيل المعماريه اللي موجوده فيه، بالزخارف، بالثراء المعماري والعمراني اللي موجود فيه. فعصر المماليك يعتبر العصر الذهبي للفنون الاسلاميه بشكل عام، مش بس فن العماره. الزخارف، الخزف، المنسوجات، كل الفنون الاسلاميه كان ده العصر الذهبي ليها. نهضه حقيقي يعني حقيقي جدا. لحد ما بنيجي بقى للعصر العثماني وتسقط مصر تحت حكم العثماني. هم اللي خدوا يعني عملوا تفريغ كامل لمصر، لدرجه ان المؤرخين بيقولوا ان خلت مصر من 50 مهنه لم يعد في واحد في مصر بقى يشتغلها. ما هو هكذا كنا ندرس في كتب التاريخ. دكتوره سليم الاول بالظبط سرق من مصر تاريخها وتراثها من خلال صناعها ومعماريها. هو كان ذكي جدا. اول لما دخل القاهره واول ما دخل مصر فعدى على جامع ومدرسه السلطان حسن وبص كده بانبهار على هرم العماره الاسلاميه وقال هكذا يبني الملوك. يعني كان منبهر جدا بالمبنى وبالمباني بتاعتنا. ولما دخل وتجول في مصر قال انا عايز كل حرفي وكل صانع وكل متقن صنعه ينتقل على طول فورا اجبار. يعني ما كانش حتى برغبته. انتقل الى عاصمه الدوله العثمانيه. وبالفعل عمل عمليه خلخله وتفريغ لمصر من جميع الصناع المهره اللي كانوا بقى بيعملوا كل الفنون اللي احنا اتكلمنا عنها في العصور السابقه، وبما فيها طبعا العصر المملوكي اللي هو كان قمه التطور وقمه الرقي وقمه الجمال في التفاصيل بتاعه الفنون المعماريه والفنون بشكل عام. فلما انتقلت الفنون دي طبعا بدأت بقى يظهر لنا الفن العثماني الموجود هناك، وبدأت مصر يحصل شوية فيها نوع من انواع الاضمحلال. توقفت النهضة المعمارية شوية بدأت تقل. وبدأنا يعني برضو بدأوا يحاولوا يلقوا بالصبغة العثمانية على شكل المباني، ولكن المصريين فضلوا متمسكين إلى حد كبير بالطابع والهوية المصرية. يعني ما بقيناش زي بقية الإمارات العثمانية اللي كانت تبعهم، بالعكس فضلت القاهرة وفضلت مصر متفردة. القاهرة هي القاهرة ومصر هي مصر أم الدنيا طبعا. بعد كده بقى نيجي لعصر النهضة بقى، عصر محمد علي. يعني بعد العصر العثماني هيجي بقى القائد الألباني الطموح جدا. صحيح، باني مصر الحديثة. حقيقي محمد علي باشا. مع العلم ان هو ما كانش مصري، ولكن هو شاف في مصر الأمل. شاف في مصر الحلم في تحقيق الإمبراطورية بتاعته. ده حقيقي. فبدأ ان هو يفكر في النهضة المصرية الحديثة. بدأ بقى انه يفكر من اول حتى شق الطرق والمجاري المائية وإعادة تقسيم الأراضي الزراعية وبنية التحتية من أساسها. وبدأ في عملية إنشاء طراز معماري مصري متفرد. محمد علي وأبنائه كان عندهم حالة انبهار بالغرب، لأن هم كانوا بيتعلموا في المدارس الغربية في سويسرا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي مجموعة من الدول دي. فكان عندهم حالة من الانبهار بده. ولكن زي ما احنا عارفين ان مصر كانت ثريه جدا وغنيه جدا، فحصل بقى عمليه من المزج. بداوا يجيبوا الافكار الغربيه الحديثه
في تخطيط المدن وفي تشكيل المباني وفي المعالجات وفي حاجات كتيرة جدا، ويدمجوا معاها الروح العربية المصرية. فخرجت مصر الحديثة في أبهى صورها، واللي كملها كمان الحفيد الخديوي اسماعيل. طبعا دي بقى كانت العصر الذهبي في مصر الحديثة. صحيح. عصر الخديوي اسماعيل اللي اتبنت فيه مصر الحديثة، وكانت مصر ارقى من دول كتيرة جدا. يعني كانت هو كان حلمه فعلا حقق باريس الشرق. لا احنا تخطينا باريس. يعني هو كان في الاول لما جاب المخططين وجاب المخطط بتاع ميدان لتوال في فرنسا وقال له انا عايز اعمل زيه في مصر، وجاب باسكال وجاب كتير جدا من المهندسين المعماريين الفرنسيين والبلجيك والسويسريين، وقال لهم انا عايز ابني عاصمه تكون تضاهي باريس او تكون باريس الشرق. بعد ما خلصت هذه المدينه وبعد ما اشتغلت اصبحت هذه المدينه تضاهي باريس وتتفوق عليها. يعني احنا كان بيبقى عندنا بقى الموضه والثقافه والحضاره، بيجي العالم كله يسمع ويشوف مصر بتعمل ايه ويبدا يقلد مصر. فاصبحت مصر في التوقيت ده يعني درة العالم. صحيح، اخذت مكانها. حقيقي حقيقي بالظبط. بس وبعد كده بقى حصل بقى التطورات المختلفة لحد ما بتيجي ثورة 52 وتدخل مصر في حالة مختلفة شوية من حالات الشكل المعماري، لأن العالم كله في التوقيت ده كان بيتجه نحو أفكار بقى الاشتراكية، أفكار اقتصادية وأفكار ليها علاقة بالعولمة والجلوبلايزيشن، وإن العالم كله يبقى قرية صغيرة وإن المباني تبقى شبه بعضها، يتراجع اللمسة الجمالية للأسف. إلى حد ما لحد ما جينا في خلال السنوات الأخيرة. وبدأ بقى يظهر تاني توجه نحو البحث عن الهوية. وده اللي خلانا احنا بقى في مجالنا دلوقتي عندنا نشاط قوي جدا. يعني الناس اللي بتشتغل بقى في التراث حاليا نحن في فترة النهضة. يعني انا عايزة اقول احنا رجعنا الانعاش. بالظبط. بدأ في العالم كله على فكرة، مش في مصر بس. كل دول العالم بدأت تبحث عن هويتها، ما يميزها عن بقية دول العالم. لان من بداية القرن العشرين والقرن ال21 كانت اصبحت الدول كلها شبه بعضها. المدن تمشي في اي مدينة في اي عاصمة زي ده بالظبط يصيب الانسان بالملل حتى، الملل والاحباط وعدم الاحساس بالانتماء، عدم الاحساس بالتفرد. فكره ان انت مش متفرد، ما عندكش اختلاف. فبدا العالم ياخد فكره بقى ايه ده، احنا ازاي نعمل كده في نفسنا. فبدات كل دول العالم تدور على ما يميزها. والحقيقه احنا لما بدانا ما كناش محتاجين ندور. لا احنا عندنا ما يميزنا كثير، لان امه حضاره عبر العصور التاريخيه المختلفه فعلا. احنا مجرد بس ما قلنا يا هويه كان عندنا الهويات السبع. يعني احنا عندنا حاجه اسمها الاعمده السبعه للشخصيه المصريه. فاحنا مش عندنا مصري قديم بس اللي هو بنسميه فرعوني ولا اغريقي ولا قبطي. احنا عندنا 7 أعمدة للشخصية المصرية بدأنا نشتغل عليهم في خلال السنوات الأخيرة، وبدأ يحصل نهضة تنموية ونهضة ثقافية. يعني احنا حتى في المستوى الثقافي دلوقتي بنشتغل على توعية الناس بأهمية تراثنا وبأهمية ماضينا، وازاي نعيد الحضارة والثقافة المصرية لمكانتها الحقيقية اللي تستاهلها. صحيح، ده فعلا هي صحوة زي ما حضرتك قلتي. وقبل ما انتقل لنقطة تانية دكتورة فاتن، اسمحي لي أشكرك باسم كل مستمعينا، لأن أنا قاعدة بسمعك، أنا بسمع، لأن حضرتك بتعرضي تطور الفن المعماري في مصر بخصائصه وسماته. ليس رغم أن حضرتك أستاذ في كلية الهندسة وتناولتي ده من الجانب الهندسي، ولكن أنا شايفة أنك بتعرضيه بروح الأديب والمبدع. يعني ليس عرض جاف مثلا لخصائص وسمات العمارة والشكل المعماري بالمعنى الجاف اللي ممكن حد يتصور انه لما حد تخصص في مجال الهندسة يقعد يتكلم بيه، ولكن حضرتك فعلا بتتكلمي بروح المتحمس المعجب المنبهر يعني المندمج في هذا المجال بروحه الجمالية، بروحه الناحية المعنوية اكتر من الناحية الهندسية المادية. فانا بشكرك حقيقي، يعني خدتينا في جولة سياحية جميلة وفي نفس الوقت فيها نوع من الفن والابداع في العرض حقيقي. يعني لا بالعكس، انا بشكرك انت ومن اسم البرنامج اسمه دعوه للحب. الحقيقه انا اللي بعمله ده بعمله من منطلق الحب. انا بحب صح. ايوه بالظبط اللي انا بعمله. حب المجال، اي مجال فعلا بيخلي الانسان مبدع فيه، مش بيشتغلوا بشكل روتيني او بيتعامل معاه بشكل روتيني. ده حقيقي جدا. هو فعلا يعني المثل اللي بيقول حب ما تعمل، ده مثل مهم جدا. لان الواحد لو حب الحاجه اللي هو بيعملها بيحس بكل حاجه فيها، بكل تفصيله فيها. والكلام لما بيخرج من القلب والواحد بيكون مقتنع بيه وحبه بيوصل للقلب مباشره مش للعقل. واي حاجه بتوصل للقلب بتروح للعقل على طول. صحيح بالظبط.